السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي سعادة وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في هنا وسعادة وفرح يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وبالعيد متهنيين. وحشتوني جدا جدا جدا. عاوزة اقول لكم في اول الفيديو كده، انا حبيت اعيد عليكم اول الناس. اي قلبي هجرة هجرة اهي. طبعا يا حبايب قلبي، حبيت انا اول واحده في العيله كده اكون بعيد عليكم. حتى بصوا، قلت لازم اعمل مقدمه بنفسي، لازم اول حد يعيد عليهم انا. بتقولك يلا يا هجوره، كل سنه وانتم طيبين. من اول الاب، الاخت، الطفل، لكل حد موجود معايا في القناه. ربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ابدا، ويسعدكم ويكبر بخاطركم، اللهم امين. طبعا شايفين صوت لولي قاعده تقول يلا يا هاجر العيد يا هاجر. المهم يا جماعه، النهارده فرحتي فرحه كبيره. مش فرحه بس فرحه العيد بس، لا، فرحتي ان الحمد لله والشكر لله. ناس كتير سالتني يا اسماء طمنينا على هاجر، يا اسماء هاجر الاشعه عامله ايه. فطبعا انا النهارده بقى طالعه افرحكم معايا. طبعا يا حبايب قلبي، زي ما قلت لكم انا رحت عملت اشعه مقطعيه اهي لهاجر. دي الاشعه المقطعيه، دي ودي، ماشي، ودي. ده 3، انا بحسبهم 2. والله بحسبهم 2. بصوا، دي الاشعه المقطعيه دي معموله على عينيها. ال3 المفروض هم على عينيهم، يعني على عينيهم، على عينيه دول، ماشي. فعايزه اوصف لكم بقى، مش هعرف اوصف لكم احساسي وانا اروح اعمل الاشعه دي. لان لما الدكتوره قالت لي عايزه اشعه مقطعيه، انا بقى قلبي وبصوا والحياه عملت، يعني بصوا عايزه اقول لكم اسودت في عيني، بقيت خايفه، بقيت قلقانه، لان المنظر العين كان صعب قوي. يعني انا صورت لكم الفيديو اللي نزل، كنت مصوراه، كان تاني يوم بالليل تقريبا. يعني فات وقت، يعني اول ما حصل الوقعه دي لهاجر، يعني كان المنظر صعب 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 قوي قوي. فطول الليل بقيت اعمل لها ايه، كمادات ميه ساقعه. هو المفروض يعني في الاول ببقى كمادات ميه ساقعه، اللي هو اول يوم. تاني يوم ببقى كمادات ميه سخنه دافيه يعني. ففضلت بص، حسيت ان الكمادات دي عملت مفعول رهيب، يعني ما شاء الله. فتاني يوم ده كان يعتبر بتهيألي راح يجي ايه، نص الورم ونص المنظر اللي انتوا كنتوا شايفينه. لما كشفت بقى، في ناس بتقول لي اسماء ما كشفتيش عيون ليه على هاجر؟ روح الدكتور عيون ضروري، روح مش عارفه ايه. فاكيد اللي كتب لي كده ما سمعنيش في الفيديو وانا بقول انا كنت عند الدكتوره، ورحت لكام دكتور لقيته قافل، في الاخر رحت الدكتوره. فالدكتوره دي دكتوره عيون، ودكتوره ما شاء الله ما شاء الله. انا اول مره اروح لها، بس من الكشف بتاعها ممتازه ممتازه بصراحه. هي الدكتوره دي من ديكيرنس، اسمها اريج. ما شاء الله دكتوره شاطره قوي. المهم فرحتي بقى النهارده زي ما بقول لكم، مش فرحه ولا فرحتين ولا 3، اقول 4، ممكن 4. لان النهارده طبعا يوم العيد، النهارده يوم الجمعه، النهارده عيد ميلاد ايلين. ايه تاني يا اسماء؟ النهارده انا فرحانه لفرحه هاجر. ان هي يعني كان يوم العيد زعلانه عليه قوي، كأن بصوا كأن ايه، يعني هي على قد تعبها وهي مش في بالها اي حاجه. انا كده مش هعيد يا ماما، شكلي ومش عارفه ايه وزعلانه ان هي مش هتعرف تخرج بره علشان عينيها والورم اللي فيها ما يزيدش والكلام ده. بس احمدك واشكر فضلك يا رب، الورم ده راح. تخيلوا يعني مسافة يومين 3 بس، طبعا مع العناية ومع الاهتمام بالعلاج وبالكمادات وبالكلام ده كله. انا اهتميت قوي بصراحة، والعلاج كله بالساعة وده وده.
فالحمد لله جاب نتيجة ما شاء الله ما شاء الله. هوريكم هاجر دلوقتي عشان برضو تطمنوا عليها وتشوفوها. عين هاجر ما كانتش فاتحة، كانت دي كلها ورمة ومقفولة يعني. بصوا اجي احط لها القطرة مش عارفة احطها لها من كتر ما عينها مقفولة. فالحمد لله عينها فتحت. الورم اللي في وشها وفي عينها راح. لسه نسبة بسيطة في عينيها يعني من ناحية الورم، لكن الاحمرار ما هم يشوفوها اوريها لهم. لكن الاحمرار اللي هو تجمع دموي، الدكتورة قالت لي كده تجمع دموي وهياخد وقت وان شاء الله هيروح بس مع العلاج. ولسه في اشعة انا قايله لكم عليها هعملها الهجر، الدكتورة قايله لي عليها بس بعد العيد. فان شاء الله خير يا جماعة باذن الله. هتشوفوا هاجر بقى وتطمنوا عليها وادعوا لها ربنا يكمل شفاها على خير. انا فرحانه ان هي تعرف ان هي تخرج مع ماما وبابا واحمد، يعني ما يروحوا يعيدوا كده. ما حدش عيط قد ماما يعني. بصوا انا بقيت ازعق لها على عيطها يعني، مش عايزاها تعمل في نفسها كده. اصل العيط مش هيجيب فايده. اي نعم الواحد بيزعل وانا نفسي يعني بعيط برضو، بس مش زي ماما. ماما كل ما عينها تيجي على هاجر كده هتلاقي الدموع نازله، كل ما عينها تيجي عليها هتلاقي الدموع نازله. تقول لي انا ما كنتش اعرف ان انا بحبها الحب ده كله يا ماما، يعني اول مره. لا والله مر عليا ايام تهيألي ما شفتش ايام يعني زي الايام اللي هاجر وقعت فيها. الحمد لله. بص كده لعينيها المنظر كان صعب والله يا جماعه، يعني يعتبر انتوا ما شفتوش يعني. لو كنت شفتوها وقتها، وقت اللي حصل ده، انا بصوا بقيت اخبط على رجلي كده من المنظر. فالحمد لله الحمد لله ربنا ينجيها لي. انتوا عارفين انا ما حلتش غيرها يعني، وما عنديش غيرها. لو انا ما دلعتهاش وجبت لها اللي نفسها فيه وعملت لها يعني ورتبت لها حياتها ومستقبلها وكل ده، مين هيعمله؟ انا ما بفكرش غير فيها وما بفكرش غير في مصلحتها، ودايما ببص لقدام خطوة ليها في كل حاجة. فهاجر ما شاء الله شاطرة وذكية وناصحة طول عمرها، من أول ما بدأت تتكلم، مش من دلوقتي بس. ربنا يحميها يا رب. اسماء يا جماعه ربت هاجر من وهي يمكن يعني وهي حامل فيه. طبعا هاجر هي محور حياتي أصلا يعني. هي الوقت بقى عندها 12 سنة ولسه بتنام على دراعي، متعودة تنام في حضني يعني. في حضنك بس على دراعي والله، لازم تنام على الدراع. اقول لكم والله العظيم ده بقى يحصل يا جماعه. وهي برضو بتحبني قوي. فانا بدات اخد هاجر في حضني. تعالي يا ماما، تعالي يا ماما معايا كده، تعالي بدل ما بتتكلم من ورا الكاميرا. تعالي عايده عليهم كده الاول، مصبحه عليهم. طبعا لسه هنكمل معاكم اليوم لان احمد وامل لسه ما نزلوش، فانا قلت عايد عليكم اول الناس كده قبل ما ينزلوا. وقولوا لماما فاديه ايه الحلاوه دي يا ماما، وايه الاسدالات الجميله دي. ده هم اجمل حاجه في حياتنا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويخليكم ويجعلها يا رب كده سنه سعيده عليكم وعلى حبايبكم كده، وربنا ينجح اولادكم جميعا. ربنا يرزق كل مستوى الذريه الصالحه ويشفي كل عيان وكل مريض، ويا رب حقق لكل واحد كل حاجه. ايه يا امول؟ كلمتها يا ام؟ طب كنسلي عليها الوقت. المهم يا حبايب قلبي، اسماء اما اتجوزت انا بدات اخد هاجر بقى في حضني مكانها بقى وانام جنبها وما اعرفش. انا والله صحيت على قد هما متعودين على حاجه في نومهم كده صعب، مش ما بقدرش. عارفه انت هتقولي ايه والله. تنام على دراعي وتلف رجلها على وسط امها، ما اناش قادره، ظهري تعبني. كل شويه اقول لها يما ما اقدرش، انا هاخدك في حضني وانام على دراعي واخدك في حضني بس شيلي رجلي. مش قادره تلف رجلك على وسط كده، انا تعبان. المهم ايه، بحس ان هي مش عاوزه تنام، مش عارفه تنام، هي متعوده على نومه معينه كده. اتمنى اصبر اقول لها هتنام ايه هتنام ايه، واحس ان هي نامت ومش شايله رجلها. تاتي اقول لها نسكتي بس دي اقول لها شوفي اعملي اللي انت عاوزه تعمليه بس ما تحطيش رجلك عليه. والله ما بقدر يا بنت، ظهري تعبني. فاسماء وهاجر
يعني ربنا نفر يحميها واحد. ويحفظها ويحفظ لكم اولادكم يا ربنا رب. يهديها يا رب. والله يا جماعه شفت ايام انا حاسه يا ان انا جفن عينيا دي، يعني انا مش قادره الحمد اغمض كده لله. من كتر العيط. دي اسمع يا ماما عاوزاكي تغيري عن كده، يا ماما بتعيطي على طول ليه يا ماما، مش عارفه اقول لها غصب عني يا بنت. انا ساعه ما بشوف البنت وعينها تقلب كده عليها واشوفها الحمار دي فين، ما امسكش نفسي. الحمد لله. فالحمد هو لله اصلا يعني ان الفيديو اللي ربنا انا يهديها. صورت لكم هاجر انتوا ما شفتوش ده ما ديت شفتوش الحمار اللي في عينيها، لان كان برضو ودي ده. لسه فتحت اه بس ما كانش فتحت قوي، ده فما قامت من كانش اللي في عينها النوم. من جوه ظاهر. اه قامت من النوم عينها دي مقفولة بطريقة، ده لولا أم هاجر. ده هاجر بنت ما عرفت ربنا يخلي لها عيالها يا رب. انا اتفاجئت ان هي داخله عليا، مكلماني كنت بقول لها ما بنت قالتش أختك، ان انا جايه حد. بنت أختك حصل منها كذا كذا. زعلت اقفلي يا ماما اقفلي يا ماما، انت بتقولي لي ايه مش عارفة ايه. فأنا ايه قفلت عشان أنا عارفة إن هاجر بتزعل يعني وكده. المهم جيت أبص لقيتها جايبة بعضها بس وجاية. لقيتها داخله علينا من ودت غير ما ابنها قال. الحضانه وتقول انا وديت ملك الحضانه ومش قادره اقعد، مش قادره، حاسه ان انا لا قادره اقعد ولا قادره اقوم من مكاني ولا قادره ولا. جابت البنت الصغيره على ايدها وجت جاري. الباب بخبط، انا بقول يمكن انا بحمل. لقيتها داخل هي ميت وعيط ساعه ما شافت تلاقي ان هاجر الكبيره بتعتبر هي اللي مربيه هاجر الصغيره يا ولاد والله العظيم. هاجر اختي فعلا اه يعتبر مربيه هاجر ويمكن بنتي، لان انا اسماء في كنت بشتغل التربيه ما تعبتش زي هاجر. زي هاو. هاجر كانت لا بامبرز لا رضعة لا تحنيها، تحنيها وفي الحضانه وتلبسها كانت هي اللي بتذاكر والحضانة لها تذاكر لها وكانت لان انا كنت بشتغل يا جماعه زي ما انتوا اه عارفين، يعني الناس اللي متابعين من زمان عارفه انا كنت بشتغل. بتشتغل في ف... الصيدلية. فهاجر اختي كانت قاعده هنا، جوزها مسافر وهي قاعده هنا. فهاجر اختي اللي ربنا ربنا يخلي لها يبارك لها في عيالها ولادها يا ويدوم رب، لها يا رب. هي اللي بقت حمى ومذاكره وكل حاجه بقت تعملها لهاجر بنت. فهي هاجر دي بقى عندها تسكت لو شفت مودة يا ولاد. الناس والله ملاحظه والله على سكوت مودة والله وزعلها في الفيديو. انتوا ما شفتوش حاجه. دي شفتوش كانت حاجه فعلا. بتبكي ما كانت دموع. قلت لكم دم. تقول لا انا هاخدها معايا، انا ما اقدرش امشي واسيبها كده. اقول لها اما يما مش هتقدر مش هتتحمل. تقول لا انا هاخد هاجر معايا، انا مش ماشيه ماشيه الا لما لما اخد اخدها هاجر معايا. معايا. وعييت. شوف العيال لما يكونوا قريبين من بعض تحس ان احيانا بيشدوا مع بعض كده. دي التانيه ربنا يحميهم ويهدوهم لبعض يا رب. مودة يا رب. هاجر تقول لها يا مودة عطشان، حاضر حاضر، وتقوم تجيب لي. حاضر اعملي كذا، حاضر مش عارفه حاضر. والعينين ديت بقت الدموع دي من غير عيط نازله كده. والله اقول لها شفت يا هاجر مودة اختك، لان انا معوده عيالي يعني عيالي كده ما يقولوش دي بنت خالتي ولا دي اختك. ولا شايفه ما هي اختك مودة بتحبك بتقول هاجر اختي هاجر اختي. شايفه هاجر شايفه مودة بتحبك قد ايه يا هاجر، لان دي ربنا اختك يحميهم يا رب. وانت مالكيش الا هي وهي ملهاش الا انت مش عارفه ايه. فانا بحاول ان اخلي العيال مش دي بنت خالتها ولا لا دي ده اخوات. مودة والله. شفت الواحدة الكبيرة شفت احمد يعني. بيقول ايه امبارح كان امبارح بقول محدش زعل على زي هاجر مودة. قد مودة. المهم ايه، فاتصل عليا. طب مودة يا شفت كانت ماما. بتفطط ازاي. والله انا بقيت اقول البنت هيجرى لها حاجه بقيت ساعه خايفة ما على شافتها. مودة فعلا، ما ورجلها دي شافت منظر تلجت هاجر ورجلها تلجت يعني الحمد لله. ما الحمد بتستحملش، لله. قلبها ضعيف قوي. ضعيفة والله. عامله زي امها هاجر اختي كده برضو، قلبها ضعيف قوي ما بتستحملش. هاجر اختي ايام ما كانت في المدرسه لو حد من زمايلها اتضرب هي اللي تعيط. يعني تخيلوا كانت نفس ما مودة يا ماما. شافتش اسماء شيماء لما كانت الأبلة غلطت في حرف انجليزي واسماء والأبلة كانت ضربت سابت المدرسة وجت لي والله العظيم. تعالي الأبلة ضربت بنتك وبنتك عملتها. قام رحت لقيت بنتي دي منهار واسكت في دي ولا دي. فالأبلات يرضوني لأن أنا شايفة عيالي دي بتعيط عشان دي. ربنا يحميهم يا والله رب يا ما قلت ويحفظهم الأبلة يا ما رب. تمدش ايدك اللهم عليها آمين تاني. يا رب. تقول لي انت اللي طلعك يا هاجر. سابت المدرسة وجت جري عشان احنا بيتنا قريب للمدرسة. فهاجر طول عمرها يعني ايه حنينة في حق اخواتها قوي والله ربنا يخلي لها عيال. المهم مودة ايه تبص لهاجر يا جماعه كده، يعني تتلاقى منظرها صعب تعمل كده، وتلاقي دمعتين نازلين جري كده. قسما بالله انا وش بنت هاجر مودي الشوي. فاكره ما بقول لك الصبح اهي بقول لك وش البت الشوي لان هاجر البت مودة من النوع اللي بشرتها حساسه وعشانها بيضه وعيطها دي كنت حاسه ان وشها كده ماشي ومنعيط
بقى صعبان علي. حبايبنا اصلا واخدين بالهم المواد كانت متاثره قد ايه. لا، ما فبصوا شافوش يا جماعه حاجة. الحمد والله ما لله، شافوا حاجة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يا رب يديمها علينا نعمه. احنا لا نملك الا اخلاصنا وحبنا لبعض وصله الموده والرحمه اللي ما بيننا. فالحمد لله، كانوا يا طالبين رب يديمها الدكتورة علينا كانت نعمه طالبة ويبعد عننا شر الإشاعة يا اي حد جماعة. وحش يا رب. كانت في دماغها إن ديت من كتر الورم ما كانتش واصلة للعظمية دي. الدكتوره كانت قلقانه لا تكون الحته دي العظمية مكسوره. دي مكسورة، لأن مهما كانت تضغط من كتر الحمد الورم. لله حلوه يا جماعه، وكل اللي باين كدمات يعني. الدكتوره قالت حتى كدمات. الورم دي قالت لي دي نزيف. مش فاكرة يا اسماء. الورم دي مش ورم، ده الورم دي نزيف. فالحمد لله. هو اثار الخبطه عامله ايه؟ كدمات. الحمد لله اللي جت على قد كده يعني. الوعي اللي وقعتها دي وخبطه طشت الالمونيا دي، في ناس بتقولي عليه طشت الالمونيا، زي الحله كده يا جماعه كبيره بس الومنيوم كده قديمه وكانت محطوطه فهي ما شافتهاش. وفعلا وكان قدام، احسن هي واقعه من عند شقه احمد اخويا، فكان ايه قدام باب الشقه ضلمه وهي ما شافتهاش هي طلعت من النور، ما فتحوش النور اللي على السلم، ما شافتش. الحمد لله ان هي جت على قد كده. الطشت ده كان عليه يعمل لها عاهه ولا يفتح وشها ولا. فالحمد لله ان هي جت على قد ربنا. والله يا جماعه والله العظيم الحمد لله. يعني شفت سنه ربنا ما يكتبها على حد ابدا، ودايما بقول الحمد لله. ما حبايبنا ملاحظين انتوا ما بتفرحوش الا لما يكون ورا فرحتكم مصيبه. ده حقيقه والله. من ايام فرح احمد اخويا كل فرحه وراها نصيبه، كل فرحه وراها نصيبه. من ايام فرح احمد اخويا يعني انتوا لو ملاحظين. فالحمد لله الحمد لله، وربنا ينجيهم ويطلعهم من الازمه اللي هم كل شيء بيعدي الحمد لله. كلها اسماء تقول لي يما كل حاجه هتعدي، كل حاجه هتعدي. استني امه برضك، وانا من النوع اللي قلبي ضعيف جامد. بتيجي على نفسك قوي يا ماما. ان عينيا دي والله ان قلت لكم عينيا دايما عارفه غمضي، يعني اللي احنا فيه برضك مش قليل. وحسبي الله ونعم الوكيل. انا ما ببطلش والله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دي اللي بقدر اقوله، بقول الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل. واللي ظلم، اللي سوت حياتي السنه دي كلها كده وتعبني كده، يشوف اللي انا شفته بحلو وبمر عشان ما اشيلش ذنب حد. فادعي لهم كده بفك الكرب، وربنا ينجيهم وينجيكم اولادكم، وابعد عن عيالكم ولاد الحرام، وابعد عن ابن وبنات ولاد الحرام. ضمت يا رب، يا رب ابعد عنهم ولاد الحرام يا رب، يا رب بالليل وبالنهار بقول يا رب ابعد عن عيال ولاد الحرام يا رب، نجيهم من اللي هم فيه، نجيهم من البلاء اللي ابتلتنا به يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. والله ما بقولها قدامكم عشان انا بصور، يعني ليل نهار حتى لو انا ما بتكلمش بلساني بقولها بقلبي. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا كنا عايشين عيشه جميله وحلوه، اما البلاء ده هو ظهر فينا الشر، وقول برضك الحمد لله. سلم عليهم بقى يا بلبل. ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. علي صوتك عشان يسمعوك. ازيك يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الف سلامه عليك يا بلبل. الله يسلمك. شوفي انا هاجر، بصي شوفي انا هاجر، ارفع وشك كده يا بلبل. ربنا يحميك ويشفيك. الحمد لله. احنا بقينا فين؟ ربنا ينجيك. احنا بقينا فين يا جماعه وكنا فين؟ احمدك واشكر فضلك يا رب، يعني ان هي بقت كده. ربنا ينجيك يا بنتي. فادعوا لها كده ربنا يشفيها يا رب ويعافيها ويحميها لي ويحفظها لي ويبعد عنها شر عيون الحاقدين والحاسدين، ويبارك لنا بس في حبايبنا الناس اللي بتحبنا وتخلص لنا يا رب. هاجر بقى النهارده قلت افرحها كده وركبت لها النيلز دي جميله جميله جميله. ايه رايكم؟ يا عسل وقداز يا عسل زيهم. طبعا الناس اللي بتقول لي هاجر مثلا صغيره على النيلز والضوافر والكلام ده، يا جماعه هاجر ما بحطلهاش الحاجات دي غير في المناسبات. في المناسبات عادي يعني. فانا عارفه انا بعمل لها ايه كويس، وعارفه مانيش صغيره يعني، وفاهمه كل حاجه. ومش مشكله اما نفرح بناتنا يعني في المناسبات، زي العيد مثلا، زي ما احنا كده، زي عيد ميلادها، زي اي مناسبه. مش مشكله اما تفرح وتلبس وتحط ضوافر. وشاطره وعاقله وكلها مميزات الحمد لله. ما حدش يجي على هاجر يا جماعه، يعني مش عاوزه اتكلم، بس ما حدش يجي على هاجر. هاجر طفله
يعني انتوا شايفينها اتربت ازاي وشايفين ظروفها كلها، فمش عاوزينها تفرح، عاوزينها تطلع من اللي هي فيه. كفايه العج اللي هي خدته دوت. الحمد لله، بقول لك العين عليها حارس، الحمد لله ان ربنا نجاها. لو شفت الدمار، انا عن نفسي لو شفت الدمار اللي انا اتدمرته كل ما بتلاقيها كده، الشكوى لغير الله ما الحمد زالت. لله. الحمد لله، بقول الحمد لله ان هي جت على قد كده. الحمد لله. ربنا هاجر، يا رب انا عارفه هاجر قد ايه عسل ومؤدبه ومحترمه وشاطرة وجدعة. وشاطره ورافعه راسي كمان وبفتخر بيها. طبعا كلنا والله بنت زيها، والله بنت ما بتخرج ولا بتطلع من البيت زي اي حاجه، والله قاعده ليلها نهارها زينا يا عيني، الباب مقفول عليها، ولا عاشت حتى طفولتها تطلع ولا تلعب ولا حاجه. حتى نيجي لزمايلها، اروح لزمايلي، لا زمايلي تيجي هنا. فاحنا عارفين هاجر على ايه وعارفين تربيتها على ايه، تلبس وتعمل، يعني هي طالعه ما تلبس. يعني يمكن ما يعني مش زي الاطفال كده بقت تلعب في الشارع زي الاطفال. ما نزلتش الشارع، لا، مرة على طول. واحدة لعبت فيه. يعني هتقولوا لا، يعني هنا كأرياف مش زي المدن. كان هنا الأطفال بيتلموا على بعض بتوع الجيران ويجروا ويلعبوا ويفرحوا هي ما بتطلعش، قاعدة ليلها نهارها معانا. ما فيش إلا أيام المدارس، البيت لازق في المدرسة. يعني لا راحت حتى ولا المدرسين كنا بنجيب لها مدرسين. فربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويبعد عنها اولاد الحرام يا رب، ونجيهم ونجي لي عيالي ونجي لكم عيالكم، وما تشوفوش في عيالكم حاجه وحشه ولا حاجه في الدنيا كده يا رب تزعلكم على عيالكم. وبعدين هي لسه بنت عسل كده وصغنونه، انا شايفاها لسه صغنونه، تلبس براحتها وتتدلع براحتها علشان كل حاجه ولها سنها. لما تكبر شويه ما الدلع دي له حدود برضه يعني. ان شاء الله ربنا يخليها لك وتفرحي بيه، ما انت ضيعت شبابك كله عشان ربنا يحفظها لي يا رب. طبعا ما عشتش حياتي، فيعني ربنا يعوضك في بنتك يا رب. هو انا عندي 100 هجر، ده هي حته هجره واحده. ربنا يعوضك. لو عندي 2 هجر كانوا الله كان هيبقى احسن من عسل يا هجر. انتي ب4 عيال 10. ب10 انت ب10 عيال يا بول. يسعدك وينجيكي ويخليكي لامك ويحقق لك كل اللي تتمنيه انت وامك يا رب. قولي لحبايبك بقى كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. نسبة عيد الأضحى يا حبايبي ما تحرمش منكم أبدا. ادعوا لي يا رب إن ربنا يشفينا ويعافينا. يا رب يشفيك ويعافيك يا حبيبي. يا رب اللهم امين. يلا بينا، احنا طولنا عليكم، انتوا عارفين ان احنا طولنا عليكم، بس انتوا عارفوا احنا بنطول عليكم ليه؟ لان احنا بنحس ان احنا بنتكلم مع نفسنا، بنفضفض مع نفسنا. يعني لما يكون واحد متضايق بيحب يشوف ليه حبايب كده يتفك معاهم بكلام. انتوا حبايبنا اللي بنتفك معاكم بالحلو، واللي يفرحنا واللي يزعلنا. ربنا ما يدخل كده يا رب بينا وبين بعض زعل العمر. نقعد بقى نستنى الصينية هتنزل ولا مش نازل. لسه احمد وامل ما نزلوش. صينية العيد بتاعت أمولة منتظراها، أنا متعودة عليها. ربنا ما يقطع لها عادي ويكتر عليها كده، هي وجوزها الخير والرزق، ويرزقهم برزق حلال ويرزقهم بالخلف الصالح، هم وحبايبنا كلهم. هننتظرهم بقى ايه نكبر بقى نعمل تكبيرات عشان نقول تكبيرات العيد زي ما احنا متعودين مع بعض. نقول تكبيرات العيد عشان نحس ان احنا في عيد كده يا جماعه. يلا انتظرونا بقى. نجعل ايامكم كلها عياد وفرح.